5 أسباب تخلّي البرمجة أهم مهارة لابنك في العصر الحالي، تعالَ أحكي لك عليها. أول سبب إن البرمجة بتعلّم المنطق مش الحفظ، في البرمجة الطفل هو اللي بيخترع القانون أصلًا، يعني مثلًا لو عايز يخلّي الكرة تنط هيفكر في الجاذبية والسرعة وهكذا. تاني سبب مهارة حل المشكلات، أكبر ميزة في البرمجة إن هي بتعلّم الطفل إن الغلط مش عيب، بالعكس الغلط بيكون فرصة حلوة أوي إن هو يفكر، لكن للأسف الغلط في المدرسة بينقّص درجات، وده بيضايق الأطفال جدًا، وبيبقوا حريصين جدًا إن هم ما يغلطوش، ودي مصيبة، لإن الولد لو ما غلطش عمره ما هيتعلم. لكن بقى في البرمجة الbug أو الغلط هي فرصة كبيرة عشان يفكر ويصلح الغلط ده، وده بيبني عند الطفل مرونة نفسية رهيبة بتخليه ما يستسلمش لما يواجه أي مشكلة في حياته. تالت سبب إن البرمجة هي اللغة العالمية الجديدة، لو فاكر إن الإنجليزي هو اللغة الأولى في العالم فالإجابة دي مش دقيقة، لأن البرمجة عدت الإنجليزي بمراحل. زمان كان اللي مش بيعرف لغة تانية فعلًا كان بيبقى فايته كتير، دلوقتي اللي مش بيعرف يكلم الآلة اللي هم بيتمثلوا في الكمبيوتر والAI هو ده حرفيًا الإنسان اللي فايته كتير أوي. البرمجة بتخلّي الطفل فاهم التكنولوجيا اللي حواليه بتشتغل إزاي، وبالتالي بيكون قادر يتعامل معاها بسهولة، مش مجرد مستخدم ليها. رابع سبب تحويل وقت الشاشة الضايع لوقت مفيد، بدل ما حضرتك تقعد تتخانق مع ابنك إن هو بيقضي ساعات كتير جدًا على الكمبيوتر أو على اللابتوب أو على التابلت أو التليفون، البرمجة بتبدل الآية، الطفل بيفضل قاعد قدام الشاشة برضه، بس المرة دي بيكون بيصنع اللعبة الخاصة بيه اللي هيلعبها بعد كده هو وزمايله. احنا هنا بنحول طاقة الطفل من إدمان للشاشات لإبداع رقمي. خامس سبب والأخير إن هي دي وظايف المستقبل حتى لو مش هيطلع مبرمج. إزاي بقى الكلام ده؟ السنين اللي احنا بنعيشها دي مش محتاجة بس مبرمجين، لكن محتاجة دكتور بيعرف يبرمج أدواته، ومهندس بيفهم في الAI، ومحاسب بيعرف يعمل أوتوميشن لشغله. البرمجة بتدي الطفل ميزة تنافسية في أي مجال هيدخله لما يكبر. في الآخر بقى شاركني رأيك، تفتكر أنهي سبب من الأسباب دي هو الأهم؟ ولو عندك أسباب تانية شاركني بيها في كومنت. لايك شير سبسكرايب وأشوفك الفيديو الجاي.